عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي الحلوين. معايا ضيوف جداد، يوسف بس مش يوسف التاني، وعلي ويكا. واحد بصعب علي كوخة، أشرف كوخة وعلي ويكا. هيطلع طيار. هو علي ويكا ده. أهلا بيكم في حكايات عم جمال للأطفال، حكايات كلها خيال في خيال. حكايتنا النهارده خلي بالك منها، ليها اسرار مش هيفهمها غير اللي مركز معايا. استنوني بس ما تنسوش تعملوا ايه يا سجده؟ لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. عاوز دعمك دي شديد عشان نبقى حبايب ونوصل لكم في اي مكان. واستنوني لحظات وارجع لكم. يا سلام يا سلام يا سلام. كان في راجل حكيم وعادل، قعد سنين وسنين ما يخلفش، اتجوز وما خلفش، قعد سنة 2 3 10 سنين. بعد ال10 سنين مراته بتاكل جنبه وحبت ترجع، بعدين قال لها في ايه؟ قالت له انا مش عارفه. جاب لها الطبيبه وقالت لها ايه الحكايه؟ قالت له مبروك جالك ولد. الملك او الراجل التاجر ده فرح قوي قوي، يا سلام الحمد لله، دبح خرفان وعجله وفرج للناس الغلابه. المهم ربنا رزقهم بولد. الولد دوه سموه علي، بس مش علي ويكا ده، علي تاني. المهم علي ده بيجي يكبر وشاف ابوه غني وامه بيجي تدلعه، يبكي تديله، يقول انا عاوز تديله كل حاجه. يا يوسف يعملها يا سجده مامته ايه؟ توافق عليها على طول. انا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، انا غني. في يوم من الايام ماسك فلوس ذهب يرميها للكلب، والكلب يجيبها له. في المره اللي الثانيه خد الفلوس ورماها في ايه؟ في البحر. في اثناء اللحظه دي دخل ابوه، بص من فوق وتحت ودخل جوه، قال له امه ايه الحكايه؟ ده انا جايب الفلوس دي من عرق وشقايه، مش عشان هو ولد انت تدلعيه، ده الفلوس لازم يعرف بقيمتها. قالت له والله العظيم انا بقول له لا، انت مدلعاه، ندمير ابنك. دخل الولد قال له فين الفلوس اللي معاك؟ قال له يا بابا انا كنت بلعب مع الكلب. قال له كلب يا ابن تعالى. قال له يا بابا، قال له اجري على الهدوم والبس الهدوم القديمه. قال على الهدوم القديمه وقال له اطلع بره، ما تجيليش غير بعمله ذهب. قال له يا بابا اجيبها لك منين؟ قال له اتصرف، اطلع من وجيب عمله ذهب. المهم الولد وهو طالع وزعلان، امه قالت له خدي يا حبيبي يا روح قلبي يا عمري. ازيك يا عم الحاج ابراهيم؟ يا ابراهيم ده اخو ثابت، فاكرين ثابت؟ ده ابراهيم العاجل. المهم يا ابراهيم خلينا نكمل. الواد ايه؟ امه قالت له خد الجنيه الذهب وقول لباباك اللي انا اشتغلت بيه وجبته لك. المهم الواد قاعد فضل يتصر مع اصحابه ويلعب معاهم. بعد ساعه 2 3 رجع لابوه، وابوه قال له فين الفلوس؟ قال له خد يا ابويا ايه الفلوس. ابوه مسك الجنيه الذهب ورماه في ايه؟ ورماه في النار. الواد قال له يا بابا كمل يا بابا كمل، ما رضيش. قال له روح جيب لي جنيه غيره. الواد هو طالع امه قالت له مالك يا حبيبي؟ قال له يا بابا رمى لي الجنيه في الفلوس. قالت له ولا يهمك، خد جنيه تاني وروح اقعد، بس بدل 3 ساعات اقعد يوم كامل وارجع لباباك قول له انا جبت ايه؟ الجنيه. الولد بعد يوم جه لابوه واعطاله ايه؟ الجنيه. اعطاله الجنيه. بعد ما اعطاله الجنيه ابوه بص له كده من فوق لتحت ورمى له ايه؟ في النار. ورمى له الجنيه. ورمى له ايه؟ الجنيه. الواد ما اتكلمش، وهو طالع لامه قال له اطلع جيب لي جنيه تاني. وهو طالع لامه، امه قالت له لا انا هديك جنيه. قال لها بص يا امي والله ما اخد منك جنيه، انا فهمت بابا عاوز مني ايه. انا رايح اشتغل وكافح واشتغل واجيب لبابا الجنيه. راح وهو ماشي قابل واحد بيشير طوب وزلطه رمى. قال له تشغلني معاك. قال له انت ابن التاجر الكبير تشتغل معايا؟ قال له ايوه انا عاوز اشتغل بعرق جبين. فضل يشتغل اسبوع. في الاخر خالص قال له خد الجنيه. بعد اسبوع شقى وتعب، شيل وحط رمل وزلط، رجع بجنيه. راح عند ابوه، ابوه بص له من فوق لتحت وقال له اشتغلت؟ قال له ايوه يا بابا اشتغلت ايه؟ طب فين الجنيه؟
قال له الجنيه. يا بابا. ابوه مسك الجنيه ورماه في النار. اول ما رماه في النار الولد حط ايده في النار وسحب الجنيه وما هموش النار وما هموش اي حاجه. في الاخر ابوه خده في حضنه وقال له هو ده الجنيه الصحيح، هو ده اللي انا كنت عاوزك تتعلم منه، هو ده الشقه. اعرق واتعب واوعى تكذب، هتاخد الجنيه بعرق جبينك ولا حد ينفعك حتى اللي جايبينك. عرق جبينك هو الحل. عمر الراجل من التعب ما يمل. اشقى واتعب واوعى على ابوك تكذب. خليك راجل تعمل كل حاجه. والولد من ساعتها اتعلم وكبر وبقي اكبر تاجر في المدينه وبيجي اسعد راجل في المدينه. واستنوني في حكايه جديده. بس سجدة هتقول لكم حاجه. تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.